سوق الانتقالات لا ينتظر صافرة البداية، ففي كل يوم يظهر خبر جديد، اسم جديد، ومدرب أو لاعب قد يغير مستقبل ناد كامل. هذه المرة نحن أمام موجة أخبار قوية تجمع بين كبار أوروبا ودوري روشن السعودي. تشيلسي يتحرك لبناء مشروع جديد، ريال مدريد يعيش على وقع اسم جوزيه مورينيو، برشلونة يدخل مرحلة ما بعد ليفاندوفسكي، ومانشستر يونايتد وليفربول يراقبان السوق بحثا عن عودة الهيبة. في هذا التقرير نستعرض أبرز أخبار المدربين واللاعبين، ونفهم ما الذي يحدث خلف الكواليس، ولماذا قد يكون هذا الصيف واحدا من أكثر أسواق الانتقالات إثارة في السنوات الأخيرة. البداية من لندن، حيث يتصدر تشابي ألونسو المشهد داخل تشيلسي. النادي اللندني يريد مشروعا فنيا جديدا يعيد له الاستقرار بعد سنوات من التخبط. ألونسو يملك الاسم، الشخصية والأفكار التي قد تناسب مجموعة شابة تحتاج إلى قائد واضح، لكن التحدي الأكبر لن يكون التوقيع فقط، بل منحه الوقت لبناء فريق قادر على المنافسة. وفي مدريد عاد اسم جوزيه مورينيو ليشعل النقاش من جديد. الحديث عن عودته إلى ريال مدريد يبقى في خانة التقارير الصحفية، لكن مجرد طرح الفكرة كان كافيا لإثارة الجماهير. مورينيو يعرف البيت الملكي جيدا ويعرف ضغط البرنابيو، لكن السؤال: هل يناسب أسلوبه ريال مدريد اليوم؟ أما في برشلونة فالعنوان الأبرز هو مرحلة ما بعد روبرت ليفاندوفسكي. النادي الكتالوني يدرك أن تعويض مهاجم بهذا الحجم ليس سهلا. برشلونة يحتاج إلى رأس حربة يسجل، يتحمل الضغط ويقود الهجوم في المباريات الكبرى. بين خيار النجم الجاهز والمهاجم الشاب سيكون هذا الملف من أصعب ملفات الصيف. مانشستر يونايتد بدوره يدخل السوق تحت ضغط كبير. النادي يحتاج إلى تدعيمات ذكية في خط الوسط والهجوم، لكنه قبل ذلك يحتاج إلى رؤية واضحة. جماهير اليونايتد لم تعد تريد أسماء فقط، بل مشروعا حقيقيا يعيد الفريق للمنافسة بعد سنوات من الصفقات المكلفة والنتائج غير المستقرة. أما ليفربول فيتحرك بهدوء كعادته، لكنه يعرف أن التأخر في السوق قد يكلفه الكثير. الفريق بحاجة إلى تعزيزات في الدفاع والهجوم، خصوصا مع قوة المنافسة في البريمير ليج. ليفربول لا يبحث عن لاعب مشهور فقط، بل عن لاعب يناسب أسلوبه وسرعته وشخصيته داخل الملعب. وفي إيطاليا يبرز اسم راسموس هويلوند مع نابولي. المهاجم الدنماركي يملك القوة والسرعة، وقد يجد في الدوري الإيطالي فرصة أفضل للتطور بعيدا عن الضغط الإنجليزي الكبير. بالنسبة لنابولي هو رهان على مهاجم شاب، وبالنسبة ليونايتد خطوة قد تفتح باب إعادة ترتيب الهجوم. وفي دوري روشان السعودي تبقى الأندية الكبرى حاضرة في كل ملف عالمي. الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي يراقبون النجوم الذين قد يغادرون أوروبا. لم يعد الدوري السعودي مجرد وجهة مالية، بل أصبح مشروعا يجذب الأسماء الكبيرة ويصنع أخبارا تهم الجمهور العربي يوميا. الخلاصة أن الميركاتو بدأ يشتعل مبكرا. تشيلسي يبحث عن مشروع جديد، ريال مدريد يعيش على وقع اسم مورينيو، برشلونة يفتش عن مهاجم المستقبل، وليفاندوفسكي قد يكون أمام تحد جديد خارج أوروبا. والسؤال الآن: ما الصفقة التي تتوقع أن تفجر سوق الانتقالات أولا؟